تخيلوا كده طفل كئيب وملهوش اي صحاب فجأة بيمشي في يوم من الأيام بيلاقي بيت غريب بيحقق له كل أمنياته، فبيدخل فيه وبيكتشف بعدها إن البيت ده لعنة كبيرة ومش هيقدر يخرج منه للأبد. وده هتبقى حكاية النهاردة. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة علشان توصلك كل الحكايات الجاية. حكايتنا بتبدأ مع أليكس اللي بيقرر يحرق كل قصص الرعب اللي بيكون مألفها ويسيب أهله لوحدهم في يوم عيد ميلاده. وبما إنه بيحب القصص الرعب فأهله كانوا بيحتفلوا بيه بحاجات مرعبة شبه شخصيته، وبيكون في حاجة حصلت بتخليه يكسر كل حاجة حواليه وخصوصا صورته مع صاحبه المفضل. وبيحط القصص اللي بيحبها واللي مألفها في شنطته وبيخرج برا شقته وبيركب الأسانسير، ولكنه بيقف بيه بدور غير اللي هو نازل فيه. وبيخرج منه أليكس وبيلاقي شقة مفتوحة قدامه وشغال فيها فيلم المفضل. وفجأة بتبدأ يظهر حاجة بتسيطر عليه وبتخليه يدخل الشقة دي